استعد يا علي، الريس جاي. بخطوات واثقة دخل الرئيس أنور السادات غرفة المساج في القصر الجمهوري، وهو على وشه ابتسامة وهو بيصبح على مدلكه الخاص وبيقوله: صباح الخير يا علي. رد عليه المدلك علي العطفي: صباح النور يا ريس. النهاردة هنتكلم عن واحد من أخطر جواسيس إسرائيل، وهو الجاسوس علي العطفي، المدلك الخاص لصاحب نصر أكتوبر الرئيس أنور السادات. لو عايزين تعرفوا قصته ايه وازاي كشفته المخابرات المصرية وازاي اتقبض عليه، خليكم معايا لنهاية الفيديو ويلا بينا نبتدي. أول حاجة هنعرفها مين هو الجاسوس علي العطفي. اسمه بالكامل علي خليل العطفي. اتولد في حي السيدة زينب سنة 1922. حاصل على الشهادة الإعدادية وما كملش تعليمه. في أول حياته اشتغل صبي بقال، وبعد كده عامل في فرن، وبعد كده عامل في صيدلية، وآخر شغلانة ليه اشتغل مدلك. كانت مهنة التدليك في الأربعينات مش معروفة إلا للطبقات الأرستقراطية، واللي اشتغل بيها علي العطفي كمساعد في البداية لمدلك أجنبي لحد ما شرب الشغلانة. بعد كده قامت ثورة 1952 ورجع أغلب الأجانب لبلادهم، واللي كان بيشتغل أغلبهم بمهنة التدليك. وبكده بدأ الملعب يفضى حوالين علي العطفي، واللي مبقاش فيها غيره هو وبس. وده اللي زود الطلب عليه وانتشر اسمه بين علية القوم، وأطلق على نفسه لقب خبير العلاج الطبيعي، وهو ما كانش معاه غير إعدادية وبس. سنة 1963 سافر العطفي للولايات المتحدة الأمريكية، وبعد كده سافر لهولندا، وهناك اتجوز سيدة هولندية. وبكده أخد العطفي جنسية زوجته الهولندية. مش بس كده، من ضمن أهداف العطفي لسفره لهولندا ما كانتش الجواز بس، كان كمان حبه الشديد للفلوس. عشان كده راح العطفي للسفارة الإسرائيلية بهولندا عشان يعرض نفسه للبيع جاسوس على بلده مصر. ولكن الإسرائيليين موافقوش على طول على تجنيده في وقتها، ولكن طلبوا منه فترة عشان يفكروا في أمر تجنيده. بدأ عملاء الموساد الإسرائيلي في مراقبة علي العطفي فترة، لحد ما اكتشفوا إن علي العطفي ما بيعشقش أي حاجة في حياته قد الفلوس، وإن ملوش أي انتماء لوطنه مصر. عشان كده أخدوا قرار بتجنيده. مرت فترة ورجع العطفي لمصر، وفي يوم رن تليفون بيت العطفي واتفاجئ إن اللي بيكلمه واحد من عملاء الموساد الإسرائيلي، واللي طلب منه إنه يسافر فورا لهولندا. وفعلا سافر العطفي لهولندا وقعد في الفندق مستني حد يكلمه. يوم، اتنين، تلاتة، ومفيش حد كلمه ولا حاجة، لحد ما حس العطفي بالملل فنزل يتمشى شوية، وفجأة خبطت فيه بنت وقالت له يقرأ الورقة اللي حطتها له في جيبه. وفعلا العطفي قراها وراح المكان والميعاد اللي كان مكتوب في الورقة. وفجأة وقفت قدامه عربية سودة، ولقى سواق العربية بيقوله إنه يركب بسرعة. اتحركت العربية ووقفت قدام مبنى كبير، وهناك قابل العطفي ضابط الموساد الإسرائيلي المكلف بتدريبه إيلي برجمان. برجمان كان محضر برنامج تدريبي مكثف لعميله الجديد علي العطفي، ولكن قبل بداية تدريبه كان لازم العطفي يجتاز أول اختبار ليه، وهو جهاز كشف الكذب، عشان يتأكدوا من ولائه الأول للجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي. وفعلا اجتاز العطفي جهاز كشف الكذب، وبدأ تدريبه على إيد ضابط الموساد على أجهزة الإرسال والاستقبال والشفرة والتصوير واستخدام الحبر السري، وكمان ادوله شهادة الدكتوراه في العلاج الطبيعي. وتحول العطفي من واحد مع الإعدادية للدكتور علي العطفي متخصص العلاج الطبيعي. وكان تخصص العلاج الطبيعي ده وقتها نادر جدا في مصر، ومن هنا كانت خطة ضابط الموساد لزرع عميله في مصر بتمويل حملة دعائية كبيرة لتخصصه النادر العلاج الطبيعي. وكل ده عشان يوصل اسم العطفي لمسامع كبار رجال الدولة في مصر. وكان الهدف الأساسي من كل ده هو الرئيس أنور السادات، واللي كان معروف عنه حرصه إن لازم يكون من ضمن طاقمه الطبي مدلك خاص ليه. وكانت خطة ضابط الموساد إن العطفي يكون هو مدلك الرئيس الخاص، وبكده يكون العطفي عميل الموساد الإسرائيلي جوه القصر الجمهوري نفسه، وعارف كل حاجة عن حياة الرئيس الشخصية. وفعلا الفكرة عجبت جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وتم التصديق عليها وأطلقوا عليها اسم المهمة المستحيلة. رجع العطفي للقاهرة وما كانش عارف هو هيعمل ايه بالظبط، وكان معاه أدوات التجسس، حبر سري وشفرة وأجهزة إرسال واستقبال وكاميرا دقيقة جدا. اتكرر سفر العطفي لهولندا واتدرب في أكبر المستشفيات على العلاج الطبيعي، وتحول علي العطفي لخبير متميز في مجال التدليك، واتكلمت عنه صحف العالم ومصر. وكل ده ما كانش إلا جزء من خطة ضابط الموساد للدعاية لعميله
عشان يلفت نظر الرئيس أنور السادات للعاطفي. وبشهادة الدكتوراه المزورة اللي أخدها العاطفي اشتغل أستاذ في معهد التربية الرياضية، وتم انتخابه كمان رئيسا للاتحاد المصري للعلاج الطبيعي، وكان أول عميد للمعهد العالي للعلاج الطبيعي في مصر. ومن هنا كون العاطفي شبكة علاقات قوية بكبار المسؤولين في مصر، ومنهم كمال حسن علي رئيس جهاز المخابرات العامة، وعثمان أحمد عثمان سهر الرئيس أنور السادات وصاحب أكبر شركة مقاولات في مصر. وأخيرا نجح العاطفي في لفت أنظار رئاسة الجمهورية ليه، واللي اتصلوا بيه وقالوا له إنهم اختاروه عشان يكون من ضمن الطاقم الطبي لرئيس الجمهورية أنور السادات. وبكده نجحت خطة ضابط الموساد اللي كان بيخطط لها، وبقى العاطفي المدلك الخاص للرئيس أنور السادات من سنة 1972 وحتى القبض عليه سنة 1979. مع مرور الوقت اتقرب العاطفي أكتر وأكتر من الرئيس السادات، وبقى بيوصل للموساد كل حاجة بتحصل جوه القصر الجمهوري. ومع زيادة نفوذ العاطفي زاد غروره، وده ما خلاهوش ياخد باله وحذره من حاجة، إنه بدل ما يحط خطاباته اللي بالحبر السري اللي كان بيبعتها للموساد الإسرائيلي في صناديق بريد مختلفة، بقى بيحط الخطابات دي في أقرب صناديق بريد لبيته. وده خطأ كبير كان بيعمله العاطفي من غير ما يحس. على مدى شهور كتير كانت المخابرات المصرية في حيرة بسبب يقينها من وجود جاسوس مجهول قريب جدا من رئيس أنور السادات، كان بينقل لإسرائيل أسرار دقيقة جدا عن شؤون رئاسة الجمهورية وعن حياة الرئيس الخاصة. ولكن المخابرات ما كانتش تعرف مين هو الجاسوس المجهول، فخصصت ليه ملف باسم الجاسوس المجهول. في زيارة العاطفي الأخيرة لهولندا خانوا غروره وذكائه وجنون العظمة، وراح لسفارة إسرائيل وهو ماشي على رجله، وفعلا رصدته المخابرات المصرية وهو داخل السفارة الإسرائيلية بهولندا، وتم تصويره مع عملاء الموساد الإسرائيلي ليتم الكشف أخيرا عن مين هو الجاسوس المجهول، وتسلم ملفه لواحد من أشهر رجال المخابرات المصرية في تاريخها، العميد محمد نسيم، واللي كان معروف بلقب قلب الأسد. تم عرض ملفه على الرئيس أنور السادات، واللي أمر إنهم يعرفوه كل حاجة بتحصل في التحقيقات مع العاطفي أول بأول، وتكون التحقيقات معاه في سرية تامة. صدرت أوامر لضابط المخابرات المصري في هولندا بمراقبة العاطفي، وإن ما يغيبش عن عينه لحظة ولا يحسسه إن حد بيراقبه خالص، عشان ما يلجأش للسفارة الإسرائيلية في هولندا واللي ممكن تمنع تسليمه لمصر. حجز العاطفي تذكرة رجوع لمصر، وجه أمر لضابط المخابرات المصري بإنه يرجع مع العاطفي على نفس الطيارة، ويتم القبض على العاطفي في المطار أول ما ينزل من الطيارة. ب 22 مارس سنة 1979 كان موجود على متن الطيارة حسب الأوامر ضابط المخابرات المصري المكلف بمراقبة العاطفي، واللي اتأكد من وجود اسم العاطفي على قائمة ركاب الرحلة. بعد هبوط الطيارة على أرض مطار القاهرة وقف الضابط يستنى نزول الجاسوس علي العاطفي، وكانت المفاجأة إن العاطفي اختفى وملوش أي أثر تماما. اتحرك الضابط المصري بسرعة لزملائه في مكتب المطار، واللي أكدوا له إن علي العاطفي ما خرجش من الطيارة. طب راح فين؟ بلغ الضابط العميد محمد نسيم باللي حصل، واللي اتمكن بأساليبه الخاصة بمعرفة إن علي العاطفي موجود في بيته، وإنه رجع لمصر على طيارة تانية قبل ميعاد الرحلة دي بيومين. ودي كانت من أساليب العاطفي المضللة في تحركاته. العميد محمد نسيم حط خطة محكمة عشان يقبض بيها على علي العاطفي. تاني يوم الصبح العاطفي جاله اتصال من صحفي في مجلة آخر ساعة، وعرفه بإنه عايز يعمل حوار معاه عن الطرق الجديدة في مجال العلاج الطبيعي. وافق العاطفي وحدد له ميعاد إنه يقابله الساعة 9 بالليل، وقبل ما تنتهي المكالمة طلب منه الصحفي إنه يحبس كلبه الولف الشرس، واللي كان دايما مع العاطفي في كل تحركاته. فوعدوا العاطفي إنه هيحبسه في أوضة ومش هيخرج طول ما هو موجود. في يوم 23 مارس سنة 1979 كانت منطقة الزمالك اللي بيسكن فيها العاطفي محاطة كلها بسياج أمني سري، وقدام عمارته وقفت مجموعة من العربيات، واللي خرج منها مجموعة من الرجال بملابس مدنية بقيادة العميد محمد نسيم. طلعوا في هدوء لبيت عميد العلاج الطبيعي علي العاطفي، واللي اتفاجئ بقلب الأسد العميد محمد نسيم واقف قدامه في مكتبه ليتم القبض أخيرا على الجاسوس المجهول علي العاطفي. أول ما دخل العميد محمد نسيم قال للعاطفي: أنت متهم بالتخابر مع دولة أجنبية
واحنا جايين عشان ننفذ أمر القبض عليك. رد العاطفي وقال له انت عارف انت بتكلم مين؟ وجري على التليفون ومسك السماعة، لكن العميد محمد نسيم أخدها منه وقال له أولا إجراءات المخابرات محدش يقدر يوقفها ولا حتى رئيس الجمهورية. ثانيا رئيس الجمهورية عارف كل حاجة بتحصل وبيتابع كل حاجة بصفة شخصية ومنتظر خبر القبض عليك. خرج العميد محمد نسيم من جيبه صور العاطفي وهو مع ضباط الموساد الإسرائيلي واللي اتصورت ليه وهو قدام السفارة الإسرائيلية في هولندا. وهنا بدأ ينهار العاطفي وقال قبل ما اتكلم أنا عايز أقول على حاجة. أنا كنت ناوي أتوب الأسبوع الجاي وسافرت لهولندا الأسبوع اللي فات عشان أبلغهم قراري، وكنت ناوي أحج السنة دي، وضابط المخابرات الإسرائيلي بلغني إن أقدر أخد أسرتي وأسافر بيهم لتل أبيب، وأنا بقترح عليكم دلوقتي إن أسافر هناك ومن هناك أقدر أخدم مصر وأكفر عن اللي فات. فقال له العميد محمد نسيم وهو بيستدرجه اقتراح جميل ومقنع جدا، اتعاون معانا بقى عشان نقدر ننفذ الكلام ده. بلع العاطفي الطعم وبدأ يحكي قصة تجنيده في الموساد الإسرائيلي من الألف للياء. سأل العميد محمد نسيم العاطفي إزاي كان بيتواصل مع المخابرات الإسرائيلية. قال العاطفي إنه كان بيتم عن طريق خطابات مشفرة على ورق كربون وبيقوم بإرسالها عن طريق البريد، ودي كانت من أول الأدلة المادية على تورط العاطفي في التجسس. عشان كده ما كانش العاطفي عايز يقول على مكان كتاب الشفرة فين، لحد ما العميد محمد نسيم أمر بتفتيش البيت كله لحد ما العاطفي قال لهم على مكانه وسلمه للعميد محمد نسيم. أثناء التحقيق دخلت زوجته وأولاده عشان تعرف إيه اللي بيحصل بالظبط، وهنا قال لها ضباط المخابرات المصرية بحقيقة العاطفي بإنه جاسوس لإسرائيل. انهارت زوجته وابنه الكبير وبدأوا يشتموا العاطفي بألفاظ قذرة جدا. استمر التحقيق مع العاطفي لحد الساعة 7 الصبح تاني يوم، وبعد التحقيق مع العاطفي أمر العميد محمد نسيم 2 من رجالته بإنهم يساعدوا زوجة العاطفي وأولاده بإنهم يجمعوا حاجتهم ويمشوا من المكان، لأن البيت ده بقى تحت سيطرة رجال المخابرات المصرية. خلال التحقيق أصدر المدعي العام الاشتراكي في مصر قرار بمنع الخاين علي العاطفي وزوجته وأولاده من التصرف في ممتلكاتهم وفرض الحراسة عليها. وبعد كده أصدرت المحكمة قرار بمصادرة فلوس ممتلكات العاطفي وأسرته لصالح الشعب، وكانت ثروته وقت القبض عليه حوالي 2 مليون و200 ألف جنيه. تم إحالة العاطفي لمحكمة أمن الدولة العليا واللي أصدرت حكم عليه بالإعدام شنقا، إلا إن الرئيس السادات اتدخل وخفف الحكم ل15 سنة بس. وبعد صدور الحكم اتبرأ الابن الأكبر للعاطفي من أبوه أمام الشعب المصري في إعلان مدفوع الأجر انتشر في مجموعة صحف على مساحات كبيرة. اتقدم العاطفي بالتماسات لرئيس السادات عشان يتم الإفراج عنه لظروف صحية، ولكنه رفض. بعد وفاة الرئيس السادات اتقدم العاطفي تاني بالتماسات للرئيس حسني مبارك، ولكنه رفض هو كمان. وفي 1 إبريل سنة 1990 اتوفى الجاسوس علي العاطفي، ورفضت أسرته استلام الجثة واتدفن في مقابر الصدقة. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.